المفروض الانترنت في العالم كله بيتحسن، سرعات اعلى وخدمات افضل، لكن عندنا هنا في مصر الدنيا الموضوع مختلف تماما. ما شاء الله السعر بيغلى والجودة بتقل. خليني اوضح نقطة مهمة، كل شركات الانترنت عندنا هنا في مصر خدماتها سيئة بلا استثناء، ولما تيجي تكلم حد فيهم يقولوا لك انت متعاقد مع مين. هي مش هتفرق لان كلكم اصلا في نفس المستوى. طب يا عم احمد ما تشتكي، المشكلة الاكبر انك انت بتشتكي فعلا، بس للاسف لا في رد ولا في خطوة حقيقية بتتاخد عشان نطور من نفسنا. هو طلبنا بسيط جدا، انترنت غير محدود زي بقية دول العالم كلهم. معلش الانترنت حاليا بقى لا طلب غريب ولا رفاهية. الغريب بقى في الموضوع ده كله ان الباقة سعرها بيغلى وحجمها ثابت زي ما هو، وكل ده مع الرغم ان البلد كلها بتتحول لدولة رقمية. طيب منين احنا بنتحول لدولة رقمية وفي نفس الوقت احنا ما عندناش خدمة كويسة في الانترنت بتاعنا؟ طيب خلينا نلف لفة بسيطة كده شوية. الحد الادنى في الاجور حاليا في مصر بيتراوح من ما بين 5000 ل 7000 جنيه. المفروض انا كشاب لسه في بداية حياتي اخد لي 1000 جنيه من ال 7000 جنيه كل شهر عشان ادفع بيهم النت؟ هل ده كلام يعقل؟ طيب خلينا نسأل سؤال بسيط جدا، زي بلد بيعدى عليها عدد ضخم من كابلات الانترنت البحرية ويكون الانترنت فيها محدود؟ الدنيا كلها مقلوبة، الصحافة والقنوات الكبيرة ومجلس النواب والشعب وده وده وده، والدنيا كلها مقلوبة. مع الرغم من ده كله مفيش مسؤول واحد طلع واتكلم معانا ووضح لنا الامور ماشيه ازاي. حرفيا والله العظيم الناس كلها بتشتكي. انا كواحد متابع الميديا ال 24 ساعه بشوف بوستات بتتكلم عن الانترنت بتاعنا يعني وكده، بتجيب ارقام خرافيه. السؤال الاهم من ده كله، هل فعلا هيكون في خطوه حقيقيه ولا في الاخر احنا هنطلع على مفيش؟